مدينة القنيطرة. إذا انطلقت المباراة وأول حيازة لكرة لفائدة الفريق المغرب التطواني المصر والباحث. ثلاثي التحكيم من عصبة الصحراء، وهذه محاولة وحسام الدين سهاجي تسديدة، أول تسديدة مؤطرس محمد أمين البرقادي. الهاجي عند اللاعب المدينة النملي. هناك نصير الميموني، محاولات الدخول وتدخل حاسم من طرف الحارس البرقادي. عزيز العمري المدرب البطل. هذه هجمة لفائدة فريق المغرب التطواني مدينة النملي. التسديد تذكر هدفه فائدة المغرب التطواني هناك في الملعب البلدي بالقنيطرة. يد فريق حسني تقادير، ودي هجمة لفائدة فريق الوداد فاسو. كانت محاولة لكن تكون هناك صابرة، وكانت لمسة اليد بعتقد هي اللي كان وجدتها. تمريرة جميلة عند اللاعب كروش، ومحاولة خروج، محاولة جميلة جدا لم تستغل بالشكل السليم. نصير الميموني، تمريرة في اتجاه اللاعب السهاجي وضربة خطأ ربما للبحث. بالفعل كان تدخل نوعا ما في وضعيته. اذا نتابع الإعادة. النملي، مهدي النملي في تنفيذ الهدف كرة غلطت الحارس أمين البرقادي، واللاعب مهدي النملي يسجل الهدف الأول في المباراة في حدود الدقيقة 23 من خلال هذا الموسم. مهدي النملي يؤكد مكانته كلاعب مميز ويسجل الهدف الأول، وهو الخامس في رصيده في هذه البطولة الاحترافية خلال هذا الموسم. لاعب متميز، نتمنى له مسار ثواني. ضربة خطأ، هل تعطي امتياز لفائدة فريق المغرب التطواني؟ تنفذ والإبعاد من طرف لاعب شكلات. طاقة صفراء واحدة. إذا سيدي محمد يرى يعلن نهاية الشوط الأول. فترة للاستراحة، فترة للمدربين مصطفى الحداوي وعز العمري لإعادة ترتيب البيت. المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في بداية الشوط الثاني الذي ينطلق الآن من أقدام حسام الدين السهاجي في مواجهة المدافعين. حسام الدين السهاجي محاولة اختراق وضربة جزاء. بالفعل ضربة جزاء، يتقدم، وبالفعل كان هناك كان احتكاك واضح من طرف الحارس حتى الحارس. إذا ضربة جزاء السهاجي والبرقادي. لمن ستكون الغلبة للاعب السهاجي، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، ثاني اهداف المباراه لفائده حسام الدين السهاجي، اللي معروف لاعب معروف في البطوله الوطنيه، لاعب عنده مهارات تقنيه جميله جدا. وكل ما دخل هذا اللاعب في منظومه الفريق كل ما كان متحرك في الرواق الايسر في الشوطين. تمرير طويله في اتجاه اللاعب ودوش واوشن، لاعب اوشن، الهدف تهاون من دفاع فريق المغرب التطواني، والبديل اوشن يسجل الى بويسكار وانس المرابط. كان تهاون وبالتالي تسديد. محاولة جميلة جدا من طرف اللاعب، كانت ضربت وهذه هي نقطة قوة اللاعب، نقطة قوة الهجومية مازال يبحث عنها فريق الوداد الفاسي والهاجس الدفاعي. بسرعة، ونهاية المباراة يعلنها الحكم سيدي محمد يرى. فوز ثاني وفوز شاق لفريق المغرب التطواني في مواجهة فريق الوداد الفاسي، اللي أعطى شوط